مسكني أخويا هراني، كان هيحطني تحت رجليه فحس. يعني ربنا ما يوريك اللي حصل لي. أصله عندنا عار، طردني من البيت والقاهرة كانت حرق. أهلا بيك. لو بنوصف الفنانة الجميلة سناء جميل في وصف من كلمة واحدة، أكيد هتكون البساطة، وده لأنها كانت فعلا عنوان للبساطة في الأداء والإطلالة والروح، وكمان في الحقيقة. سناء جميل فنانة عظيمة، مكافحة وكادحة، قدرت رغم كل الظروف الصعبة والقاسية اللي قابلتها في بداية حياتها إنها تقف على رجليها وتبقى واحدة من نجمات مصر، علشان تنتصر على الفقر والوحدة وإنكار الأهل وطردهم ليها، وحياة صعبة في بيوت ناس غريبة. حياة سناء جميل فيها أسرار كتير وتفاصيل أكتر، وخلال الفيديو ده هتعرف قد إيه سناء جميل كانت فنانة عظيمة. صحيح إنها كانت إنسانة حادة وصعبة، لكن في نفس الوقت كانت إنسانة حاسمة، عندها كبرياء وعزة نفس، عارفة كويس جدا قيمة نفسها، وعارفة أكتر قيمة الشغلانة اللي بتشتغلها. لو دي أول مرة تشوفنا فيها وعايز تعرف أكتر عن عظماء الفن المصري، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف أكتر عن ثريا يوسف عطلة. في مثل بيقول فلان معجون بمية عفاريت، أهي سناء جميل بقى معجونة بمية تمثيل، قدرة رهيبة وعجيبة على التقمص والدخول في أعمق جزء في الشخصية اللي بتجسدها، بتندمج لحد ما بتدوب الفروق اللي بين شخصيتها الحقيقية والشخصية اللي بتقدمها. بمجرد ما نقول سناء جميل أكيد هيجي في دماغك دور من اتنين، يا إما بداية ونهاية، يا إما الزوجة التانية. والحقيقة إن الفيلمين من أجمل أفلام السينما المصرية، وهما الاتنين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وطبعا هما الاتنين من إخراج العبقري صلاح أبو سيف. وهنا لازم نقف كتير عند شخصية نفيسة اللي قدمتها سناء جميل في فيلم بداية ونهاية، واللي هي بالأساس رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، علشان نكشف كتير من أسرار الفيلم العظيم ده. لكن قبل ما نتكلم عن بداية ونهاية وأسرار شغلها مع صلاح أبو سيف وفريد شوقي، خليني أفكرك إن الاسم الحقيقي لسناء جميل هو ثريا يوسف عطلة، واللي اتولدت في محافظة المنيا سنة 1930. أسرتها بتقرر إنها تنتقل للقاهرة علشان تدخل ثريا مدرسة فرنسية وتفضل فيها لحد المرحلة الثانوية. وفي الفترة دي بدأت سناء جميل تكتشف إن عندها شيء مختلف، وبحس الفنانة المرهفة عرفت إنها بتحب التمثيل، وفعلا بدأت تقدم شوية مسرحيات ولكن بالفرنساوي. وبعد الثانوي التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن بدون علم أخوها. وهنا سناء جميل بتتلقى أول صدمة عنيفة في حياتها، صدمة بتستمر صداها لحد آخر نفس ليها، لما أخوها بيعرف إنها دخلت معهد الفنون المسرحية، فضربها بالقلم وطردها من البيت، وكمان اتبرى منها. وده طبعا لأن البيئة اللي جاية منها الأسرة بيئة صعيدية محافظة. افتكر كويس الموقف ده، وافتكر كمان رد فعل أخوها معاها، لأن مشهد ضرب أخوها ليها هيكون ليه تأثير بعد كده، وخصوصا لما بتقدم بطولة فيلم بداية ونهاية. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فاليوم اللي اتطردت فيه ثريا أو سناء جميل من بيتها كان هو نفس يوم حريق القاهرة، يعني في يناير 1952. بتخرج ثريا من بيتها وهي ملهاش حد تروح له، وبتفتكر أستاذها في المعهد الفنان سعيد أبو بكر، واللي بيستقبلها هو ومراته عندهم في البيت. سناء جميل عاشت ظروف صعبة وقاسية جدا، وده بعد ما أهلها طردوها من البيت، فكانت بتقبض فلوس قليلة جدا من المعهد، وزيهم بالظبط من المسرح الحديث، لدرجة إنها لما أجرت شقة ب3 جنيه ما كانش معاها حق المرتبة اللي تنام عليها، وده جاب لها انزلاق غضروفي زي ما بتقول في أحد اللقاءات. بتتواصل ثريا مع الفنان العظيم زكي طليمات، واللي أنشأ المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو اللي غير اسمها من ثريا لسناء جميل. واللي مش فاكر زكي طليمات فهو آرثر في ليلة أقل جمالا من ليلتنا ستأتينا لي زاحفة يا فيرجينيا. بعد ما اتخرجت قدمت سناء مجموعة كبيرة من المسرحيات في الخمسينيات والستينيات، لحد ما جات اللحظة اللي بيختارها فيها المخرج صلاح أبو سيف
بدل فاتن حمامة في بطولة فيلم بداية ونهاية. زي ما قلت لك، الفيلم ده واحد من أعظم أفلام السينما المصرية، لأنه كاشف جدا عن سلبيات المجتمع ومشاكله في فترة الأربعينيات والأسرة الفقيرة، واللي بتنتهي الحال ببنتهم إنها تنتحر بعد سقوطها الأخلاقي. نجيب محفوظ صاحب الرواية الأصلية بيقول: أول ما شفت سناء جميل في الفيلم خيل لي إن الدور لم يكتب إلا لها، وقدمته بكل اقتدار في كل جوانبه وأبعاده، وأبهرت كل من رأى الفيلم في الداخل والخارج. صحيح إن نجيب محفوظ كان شخص ذوق ومجامل، لكنه في النقطة دي تحديدا نطق بالحق. أما سناء جميل نفسها فبتقول: أنا اديت نفسي لنفيسة، دخلتها فيا وانطلقت من خلالها، ولما تكوني صادقة والحس بتاعك غني يطلع العمل صادق. فاكر لما قلتلك افتكر مشهد ضرب أخوها ليها بالقلم لما عرف إن أخته دخلت معهد التمثيل؟ أهو نهاية نفيسة في فيلم بداية ونهاية كانت مأساوية برضو على إيد أخوها، لما أجبرها في الآخر على الانتحار بسبب الخطيئة. بعدها فازت سناء جميل بالجائزة التانية من مهرجان موسكو السينمائي سنة 1967. لكن بعد فيلم بداية ونهاية ب5 سنين بتقف سناء جميل عند محطة تانية، محطة مهمة جدا في مسيرتها الفنية، وهي محطة يوسف شاهين، واللي بعد فيلم فجر يوم جديد بيبقى ما بينهم ما صنع الحداد. شاهين كان بيحضر لفيلم الوداع بونابرت، فبعت لسناء جميل إنه عاوزها في دور. سناء ردت عليه وقالت له ماشي، ابعت لي السيناريو. لكن شاهين ما بعتش السيناريو، وسناء جميل اكتشفت إن هو كان عاوزها في دور صغير جدا، وده اللي خلاها لما تقابله تقول له في وشه: انت بجح. أكيد طبعا سناء جميل بتميل أكتر لمدرسة صلاح أبو سيف أكتر بكتير من مدرسة يوسف شاهين، وده لأنها قدمت معاه أعظم أعمالها السينمائية، وده كمان اللي خلاها تقول إن أفلام يوسف شاهين ما بتتفهمش وإنه بيعمل غلوشة للجمهور. سناء جميل كان عندها قدرة فريدة من نوعها إنها تسيب بصمة حقيقية في كل دور بتقدمه، حتى لو كان الدور ده صغير. يعني على سبيل المثال، إحنا لحد النهاردة لسه بنقول إحنا صغيرين أوي يا سيد، زي ما قالت سناء جميل بالظبط في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة. مش كده وبس، عندك كمان دورها العبقري في مسلسل الراية البيضاء، واللي كان قصاد الفنان جميل راتب. ورغم إنها كانت من عيلة قريبة من العائلات الأرستقراطية، إلا إنها قدمت المعلمة الشعبية المسيطرة فاطمة المعداوي باقتدار شديد جدا. ولسه فاكرين صوتها وهي بتنده: ولا يا حمو التمساح يلا. مع تقدم سناء جميل في العمر كان طبيعي إنها تبتعد شوية عن السينما، كان في إيديها إنها تستمر لفترة أطول، لكنها هي اللي فضلت تبتعد وبإيديها، وده لأنها ما كانتش شايفة نفسها في سينما الشباب. بتقول سناء جميل: أشرف عبد الباقي وهنيدي وعلاء ولي الدين كلهم فنانين كبار، لكن أنا لا أصلح للعمل معهم. دي ناس عملت لنفسها شخصيات أنا مش فيها، هم واخدين خط مش بتاعي. سناء جميل كان عندها تقاليد صارمة جدا في التمثيل، يعني بتقول مثلا إنها ما تتصورش إن راجل يقف يترقص على المسرح، أو واحد يدي للتاني بالشلوط، وأنا لو عملت كده أتهزق، وأنا ما أقبلهاش على نفسي إن أتهزق. بعد ابتعاد سناء جميل عن أهلها بتلاقي نفسها في الحياة لوحدها، ملهاش غير الفن اللي بتقدمه، لكن القدر بيبعت لها هدية جميلة بتفضل معاها لآخر العمر. الهدية دي هي زوجها الكاتب الكبير لويس جريس، واللي بيقع في غرام سناء جميل من أول ما بيشوفها. بيحكي لويس جريس إنه منع نفسه كتير إنه يتقدم لسناء جميل أو إنه يعبر لها عن حبه، لأنه كان فاكرها مسلمة، لكنها بتقوله إنها مسيحية، وبيتم الزواج بينهم واللي استمر لحد آخر حياتها. لويس جريس بيقول على زوجته سناء جميل إنها ست كادحة وشقيانة، ودي شهادة بتعكس لنا الحياة الصعبة اللي عاشتها سناء جميل. عظمة سناء جميل كانت في بساطتها، بساطة شديدة لدرجة تستفزك، مش بس بساطة في الأداء التمثيلي، لكنها بساطة حقيقية، بمعنى إنها كانت بترفض حتى إن يكون عندها حد يساعدها في شغل البيت، وكانت بتفضل تمسح وتكنس وتكوي وتطبخ بنفسها. ورغم كل الظروف القاسية اللي مرت بيها سناء جميل، لكنها قدرت تسيب إرث فني عظيم، أدوار السينما خلدتها، ولسه لحد دلوقتي الناس بتتكلم عن عظمتها علشان تكون سناء جميل صاحبة مدرسة ممتعة في التمثيل. وصلنا لنهاية الفيديو،
لكن متعة الفن ما بتنتهيش عندنا، لسه في فيديوهات تانية لنجوم مصر الكبار علشان نعيد اكتشافهم من جديد ونعرف أكتر تفاصيل وأسرار مختلفة من حياتهم. ما تنساش تشترك في القناة علشان تكون دايما جوه الحكاية.